مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج شارع الصحافة على الشروق نيوز. مع استمرار الحملة الانتخابية لتشريعات 4 ماي، أكثر عامل يتحدث عنه المرشحون والسياسيون هو عامل الأمن، والجميع يرفع شعار ضرورة الحفاظ عن الاستقرار ويحذر من هذه المخاطر المحدقة بالبلاد والعباد. لكن أكثر وأهم المتحدثين هذا الأسبوع هو أحمد قايد صالح، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش، الذي أكد في تصريح نقلته الصحافة اليوم أو هذا الأسبوع أن أفراد الجيش الوطني سيدلون بأصواتهم خارج الثكنات وفقا لقوانين الجمهورية وبكل حرية وشفافية مثلهم مثل المواطنين. وأكد بأن الجيش سيؤمن التشريعيات المقررة في 4 ماي. هذا الكلام يأخذ أهميته من أن معظم المرشحين يستندون إلى شعار الأمن والاستقرار كما ذكرت، ناهيك عن بيانات وزارة الدفاع التي لا تتوقف عن والتي تحمل لنا أخبار القضاء على الإرهاب هنا أو تفكيك عصابة هنالك، أو حتى ربما دعوة بقية العناصر المسلحة إلى العودة إلى أحضان الوطن مثلما ورد في أحد البيانات. عن هذا الموضوع بالذات أسعد بأن أستضيف في بداية البرنامج السيد عبد الحميد العربي الشريف، وهو الخبير الأمني. مرحبا بك سيد عبد الحميد. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. وشكرا لأنك لبيت الدعوة. عفوا. طيب، أولا أخذ رأيك قبل ما ندخل في اختصاصك الأمني حول هذه الدعوة التي قالها الفريق أحمد قايد صالح على أن أفراد الجيش سوف يدلون بأصواتهم خارج الثكنات، ومعظم السياسيين يطالبون بتحييد المؤسسة العسكرية تحديدا. يعني كيف ترى العلاقة بين التصريحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. الرسالة التي وجهها سيادة الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هي أولا رسالة إلى الداخل الجزائري، طمأنت الشارع الجزائري والسياسيين الجزائريين أن الجيش الوطني الشعبي كما يلفظ الجيش وطني شعبي، لا نستطيع أن نحرم من حقوقه الدستورية وهو الإدلاء بصوته، لأنه أولا وآخرا وهو مواطن جزائري والدستور يكفل له ويكفل له الحق هذا التصويت. ثانيا يكون التصويت خارج الثكنات، وهذه رسالة جدا مهمة، أنه يدلي بصوته كحر كمواطن جزائري بغض النظر عن القبعة التي يرتديها والعمل الذي يقوم بعيدا عن أي تعليم أو ضغط ربما مثل لا دخل المؤسسة العسكرية في دعم هذا أو ذلك. هذه هي الرسالة القوية التي أراد سيد الفريق إرسالها، أنه جيش وطني شعبي. كلمة شعبي لها مفهوم بعيد امتداده في حتى السياسيون سيد عبد الحميد عندما يذكرون المؤسسة العسكرية كثيرا وكأنهم يضغطون عليها بشكل أو بآخر. صحيح أنهم يقولون ضرورة أن تكون محايدة ولا تتدخل في الشأن السياسي، ولكن يستعملونها دائما أو تكون حاضرة في خطاباتهم. هل هذا استعمال بريء من وجهة نظرك مطلوب أم أنه استعمال مغرض؟ هو مع الأسف بقي الخطاب قديم يتجدد كل مرة. خطاب سياسيين قديم جدا، لهذا الخطاب يمكن كان عنده مفعول قبل 10 سنوات، يمكن كان لأنها كانت مؤسسة عسكرية في خضم العملية السياسية. أما اليوم بعد يعني المدة هذه وخروج الجيش يعني والالتفاف بمهامه الدستورية والقيام على مهام دستورية، صار على حماية الحدود والدفاع عن الحدود وعن الوحدة الترابية ووحدة الشعب. هذه مهمة الأساسية للجيش الوطني الشعبي. الجيش الوطني ليست له مهمة في دعم هذا الحزب أو ذلك أو فلان أو فلتان، يعني هذا خطاب يعني من السياسيين قديم يريدون كل مرة تجديده لغاية في نفس عقب. يعني المؤسسة العسكرية أصبحت بمستوى النضج الذي ربما لا يورطها في المستنقع السياسي مثل ما حدث ربما في أوقات سابقة، ولكن البعض يخشى بأن هذا الخطاب القديم للسياسيين وربما قصور النظر عند كثير منهم بشهادة الشعب، لذلك هم خائفون من العزوف، أن يكون مبرر ليدفع المؤسسة مجددا لإنقاذ البلد. وتعرف هذا الإنقاذ دائما يستعمل على أنه تدخل في السياسة. هي دائما يبقى جيش وطني شعبي محايد عن السياسة، إنه جيش احترافي. اليوم نعرف منذ 2003 فلما كلف فخامة رئيس الجمهورية قائد أعلى القوات المسلحة سيد الفريق أحمد قايد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تكفل بالمهمة الأولى هي بناء جيش كيف نقولوا جيش محترف
وانطلقت عملية تسليح وإعادة تسليح وبناء وهيكلة وتنظيم وتدريب وتكوين الجيش بعد ما عانى من سنوات، خاصة سنوات الإرهاب وما قبلها. بعدين المرحلة الثانية هو انتقل بالعمل الميداني، ونشوف النتائج اليوم في الميدان اللي تشوفها تقوم بعد استلام الجيش قيادة الأركان الجيش الوطني ملف مكافحة الإرهاب. نشوف هذا ما كان ليكون لو كان الجيش منهمكا في السياسة وغير السياسة. لذلك فهذا كلام يعني يعني هو الآن متوجه أكثر إلى التسليح، إلى التكوين. طبعا نحن لديه ما يكفيه من المشاكل، يعني الحدود هذه. أظن أن الجيش الوطني الشعبي اليوم كل متتبع يكون صادق مع نفسه، أن يشوف أن هناك عمل كبير في تحديث المنظومة الدفاعية الجزائرية على كل مستويات، يعني لا مونتي اون بويسونس دي فورس القوات المسلحة الجزائرية. هذا يتطلب عمل مجهود كبير، يتطلب تفكير كبير، يتطلب وشوف كذلك حتى سيد فريق رئيس الأركان شوف دائما متواجد في الميدان، دائما ينتقل من الناحية العسكرية الرابعة، الناحية الخامسة، السادسة، الثانية، في المنطقة الرابعة كل هذا يعني يدحض كل الكلام بعض السياسيين الذين يريدون أن يسبقوا انهزامهم بتعليق انهزامهم على شماعة الجيش الشعبي. طيب، كلام الفريق أحمد قايد صالح برأيك سيد عبد الحميد العربي الشريف هو يكفي كمؤشر على الحياد، وبأن أفراد الجيش لن يدلوا بأصواتهم لأحزاب السلطة كما اعتادت المعارضة أن تقول، أي أن يذهب مباشرة إلى الأفلن والأرندي طالما أنه سيذهب بحرية خارج الثكنة للإدلاء بصوته؟ لعلمك سيدي، نحن نسبة كبيرة من العسكريين هم أولا بأبناء الشعب، عندهم خلفيات لانتماءاتهم السكنية والعائلية، كذلك عندهم الخدمة الوطنية وعندهم انتماءاتهم السياسية والحزبية. لا نستطيع إعطاء أمر قال ولا مرة وقعت حتى في السابق، حتى يعني ما كانش يعطى أمر. كان التوجه نتاعنا نحن أحيانا لا يعطى أمر مكتوب، ولكن يكون هنالك توجه. لا صعب أنك تسيطر على الأفراد، لأن الفرد لما يكون أمام الصندوق عنده الخلفية تاعو تحكم أكثر من التوجيه تاعك. هذه حقيقة. من الجانب الثاني، اليوم نحن الجيش الوطني الشعبي مطلع بمهام جد كبيرة وخطيرة، وتتطلب يعني تركيز عليها بغض النظر عن السياسة. أنت اليوم المهمة الكبيرة حماية الحدود المترامية بآلاف كيلومترات من المخدرات، من الإرهاب، من الأسلحة، من التجارة بالبشر. يعني كل هذه المهام أظن تغنيه وتأخذ كل وقته باش يفكر أنه يكون دعم لفلان أو فلتان. ممتاز. طيب، على ذكر هذه المهام والعمليات التي يقوم بها الجيش، هو أيضا مرتبط بعمل الشرطة وغيرها من أسلاك الأمن. وهذا الأسبوع تداول العديد من الجزائريين فيديو لشخص انتحاري فجر نفسه في قسنطينة بعدما لاحقه عدد من عناصر الأمن، والفيديو في واقع الأمر انتشر بكثافة، ويهمني جدا أن أستمع إلى رأيك حول هذا العمل الانتحاري. لماذا أصبحنا نشهد انتحاريين الآن ولم نشهدهم حتى في عز الأزمة الأمنية؟ ولكن مبدئيا نتابع جزءا من هذا الفيديو ونعود. الله أكبر. طيب، بغض النظر عن التفاصيل هذه الحادثة بالذات، ولكن العنصر الانتحاري، كثير من الجماعات الإرهابية بناء على شهادات ربما تائبين وبناء على شهادات
بعض الجماعات وبياناتها كانوا يقولون لا نجد أشخاصا ينتحرون، يعني مجهزين أيوة في الأحزمة الناسفة وغيرها. الآن في هذه المرحلة بالذات قسنطينة شهدت حادثة، وكانت هنالك بطولة لأحد أفراد الأمن في إنقاذ عدد كبير من المواطنين، وهذا الإرهابي أيضا فجر نفسه بعدما لوحق من طرف عناصر الأمن، مع الإشارة أنهم حاولوا أن يقنعوه بأن يسلم نفسه ولا يفجر نفسه، ولكنه اختار أن يفجر نفسه. العنصر الانتحاري هذا هل هو معطى جديد سيد عبد؟ هو لعلمك سيدي أن أولا هذه سرية الغرباء بايعت داعش. وما معنى مبايعة داعش؟ ليكون لعلمك ولعلم كل متابعين قناة الشروق نيوز، هي لما تبايع تنظيم يجب عليك أن أولا تقوم بعمل إعلامي ضخم. لماذا؟ حتى يتبناك التنظيم وتدفع لك الأموال والعناصر تدعم بها. يعني كان الهدف من العمل، لأن نشوفه منذ 3 أشهر وهو يحاول هذا التنظيم إثبات روحه، وفشل. ما هي هذه العملية الثالثة اللي يفشل بالقيام بعملية استعراضية لكي يستطيع الحصول على الأموال واللي هي متوافرة كثير، وهي ولا يخفاكم أن وراءها استخبارات عالمية كبرى من تمول داعش لانتشار داعش، لأن انتشار داعش هو دخول قوة استعمارية للمنطقة بحكم محاربة داعش، وتدخل المنطقة وتقسم البلد إلى دويلات. وهذا ما أريد للجزائر، وما أريد للجزائر هو لا يخفاكم أن هناك رجوع عناصر كثيرة من الإرهابي تاع داعش الدولة الإسلامية في تونس وفي ليبيا، وينتظرون اليوم الإشارة لو نجحت لهذه العناصر لا قدر الله في إحداث ضربة يعني استعراضية وأقول لك أن هناك حتى إعلام عالمي ودولي كان جاهز للعملية باش يعطيها ويقعد يضخمها وكلش، كانت تضخ أموال كثيرة لهذا التنظيم الغرباء لبيع داعش، وكانت تلتحق به جماعات كثيرة من منتسبين لداعش. يعني حتى تحصل على شهادة الانتساب نهائيا وتحصل على أموال من التنظيم يجب أن تقوم بهذه العمليات طبعاً الاستعراضية طبعا لإثبات الوجود. ولكن العنصر الجزائري، يعني حتى الجزائريون وعددهم قليل الذين انخرطوا في داعش وذهبوا إلى سوريا وذهبوا إلى العراق، يعني مقارنة بالتوانسة ربما جيراننا العدد قليل جدا، وعدد قليل ربما من الذين نسمع بأنهم قاموا بعمليات انتحارية أو فجروا أنفسهم. هي أولا انتحارية ليست قائمة على قناعة. لا يخفاك سيدي أن هناك تعطى حبوب الأنفيتامين، وهي هي حبوب مخدرة كانت تستعمل تاريخيا، استعملها الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية لما كان يقوم بالعملية الانتحارية ضد السفن الأمريكية والغربية. وهذه يعني كلها مهلوسات، هي مهلوسات تعطى بجرعات مفرطة تجعل الإنسان أنه مستعد أنه ينفذ أي شيء، لأن يعني تتوقع أن هذا الإرهابي ربما كان لا أكيد ليس أتوقع، أقول لك أكيد 100% أن هذا كان تحت تأثير المخدرات، لأن حتى طريقة يعني عند إنسان خبير في الشأن الأمني في تحليل الصورة، أنه لما كان يجري بقوة هذا يعني كيف إرهابي كان ما استعملش السلاح تاعه. وشفت الشرطة شحال كانوا يلاحقوه ما يحوصوش به، لأن لا تعطيه وحدة طاقة كبيرة جدا، رغم أنه كان عدد كبير تاع الشرطة يلاحقوه، لكن كان أخذ عليهم المسافة كبيرة، رغم أنه لما وقفوا صديقه المرافق نتاعو رفع يديه اللي كان مسلح معه، هو حتى انه كان مسلح بمسدس رشاش ومسدس يدوي، ولكن لاذ بالفرار. وشفت شحال انطلق مراه هم كم كبير من الشرطه وما قدروش يوصلوا، لان علاش؟ كان تحت تاثير المنشطات هذه اللي تعطيه قوه تعطيه اندفاع. وهذا تحديدا ما هي التعليمات باعتبارك سيد عبد الحميد أنت خبير أمني وأيضا عقيد متقاعد، ما هي التعليمات التي تعطى لعناصر الأمن أو الجيش في طريقة التعامل مع هؤلاء الإرهابيين تحديدا عندما يكون بحزام ناسف؟ ربما في التجمع السكني تختلف عنها، الآن نشاهد أنه في منطقة معزولة ومع ذلك طلب منها أن يسلم نفسه. هي أولا التعامل مع نوع من هذا شيء جديد. ماذا يتطلب؟ تعليمات اللي تعطى حاول قدر الإمكان منعه استعمال يدين، ربما حتى الطلقات اللي كانت ربما موجهه ضد اليدين حتى لا يستطيع ان يقوم بالتفجير، يعني تشلوا اليدين عشان التفجير. كذلك محاول اقناعه انه يسلم نفسه، ولكن اذا استحالت الامور انت مطالب بالقضاء عليه لانه سيتسبب. وحتى هذا العنصر هذا الارهابي لما شاف روحه في مكان مفتوح فضل انه يفجر نفسه على انه يستسلم، فجر نفسه بدون تحقيق اي نتيجه.
الآن نقرأ كثيرا بيانات وزارة الدفاع تتتالى في حقيقة الأمر، ليس هذه السنة وإنما في السنوات الأخيرة. وتذكر معي بأن الخطاب كان يقول أو يصف الجماعات الإرهابية ما بعد الاتفاق المصالحة الوطنية وغيرها من الإجراءات السياسية، كان توصف بأنها بقايا الإرهاب. ولكن الآن بيانات وزارة الدفاع لا تتوقف عن جرد الإرهابيين، سواء من سلم نفسه أو من تم القضاء عليه أو حتى عائلاتهم. يعني الجزائريون يتساءلون كم بقي عدد الإرهابيين الآن في الجبال، ومن هؤلاء؟ هل هؤلاء الذين صعدوا في فترة التسعينيات واستمروا، أم أنهم عناصر جديدة تبنت خطابات داعش وغيرها؟ هي أولا الجماعات الإرهابية أولا كانت المعطيات اللي كانت تعطى كان يقال فلول الإرهاب، فلول الإرهاب بمقارنة ب 45,000 اللي كانت سابق، لما تكلم عن 2000 3000 إرهابي، مقارنة بماذا؟ فلول الإرهاب مقارنة ب 35 ب 40 ب 45,000 اللي كانت إرهابيين. كذلك مقارنة بأكثر من 50,000 دعم اللي أغلبهم بعدين يلحقوا بالجبال. يعني كل هذا الكم نتاع الجماعات اللي كانت تنشط سواء بالعمليات العسكريه ولا بدعم الجماعات الارهابيه، هذا كل الوعاء الارهابي هذا لما دخلنا في المصالحه يعني اصبح اكثر من 80% من القوى من القدرات تاعهم شلت. بقيت 20%، وانا اتحفظ على رقم 20%. هذا 20% هذا من 40 من 60 او 70 الف، كم سيمثل؟ طبعا يمثل شيء كبير، ولكن لما تقول فلول مقارنه بالعدد الاولي. اما اليوم هذه الجماعات هذه، انا اقول لك يعني اليوم اخطر ما يواجه الجزائر هو التكتل. هو مثلا كتيبه المرابطين اللي كان يقودها مختار قبل القضاء عليه، قبل ان يموت، قبل القضاء عليه. اليوم يعني ليست هنالك معلومه مؤكده. لا مؤكده، انا قتل في اليوم السادس بعد التفجير، لان كانت عمليه جدا دقيقه. هذا في جريده الخبر هذا السبت، يعني بالمختار موريتانيا تنفي دخولها الأراضي الموريتانية، ويعني القوات الفرنسية قالت بأنها قضت عليه في عملية في ليبيا. تقصد هي كانت فرنسا استدرجت في عملية تاع سذاجة. كانت أمريكا أعطت المعلومات دقيقة للفرنسيين لما قصفوا المنطقة، البيت اللي كان متواجد فيه قتل كل من فيه، وهو لم يقتل في حينه، نقل مع 3 إلى منطقة أوباري ومكث بها 3 أيام، واليوم الرابعة إلى سيكون بها سبليسيون. إذا المختار انتهى، بأنه مختار انتهى وقضي عليه. لأنه أنت متابع أكثر مني، قتل أكثر من مرة إعلامية لا ثم يعود. لا أكيد هذه المرة قتل مختار في العملية اللي كانت ضربة قصف كانت جد قوية على المنزل. تقول بأن حتى بعد القضاء على مختار بالمختار كما تقول سيد عبد الحميد، هذه الجماعات قد تكون لها امتدادات. اقول لك ان الجماعات كنت قطعت. أيوة. هي جماعه، هي مختار اليوم عنده 1200، ولكن اغلبها من التوارق ومن الافارقه وكلش. وعندنا بقايا الدوله، بقايا القاعده في بلاد المغرب الاسلامي حول 400 عنصر او كل، تزيد او تنقص. يعني كل هذه الجماعات يعني هي كذلك عندنا نسبه كبيره متواجده خارج الحدود الجزائريه، مش لا داخل الحدود الجزائريه في مالي والنيجر وليبيا. ولكن هذه الجماعات اليوم ان لما تنتشر في جغرافيا مثل جغرافيه الجزائر كبيره، يعني صعب عليك انك تقول تقضي عليها نهائيا، لانك ماكش تعامل مع قوات كبيره تواجه قوات فيها. هي تنتقي في مجموعات صغيره جدا ومنتشره في جغرافيا مثل الجزائر. صعب انك القضاء مش محدودين في منطقه جغرافيه واحد تركز. عمليه قسنطينه والسريه التي ذكرتها او الكتيبه هي تابعه لهذه الاستراتيجيه الارهابيه طبعا. مثلا سريه غرباء ماذا تتخذ ادغال، سكيكدا وجيجل وقسنطينة كمرجع. مستحيل يعني كل الجيش الوطني الشعبي يدخل في ذيك الغابة ويمشطها يعثر على. صحيح. يعني دائما خذ وقادرة على أن تضرب أيضا في أي وقت. هي يعني لا هي مثلا هي أقول لك اليوم بعد الخطة اللي عملية استهداف الجنود في أقول لك اليوم ماشي بعد استلام ملف مكافحة الإرهاب من قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، والخطة اللي وضعت على 3 مدايات، القصير والمتوسط والبعيد، شلت كل العمليه، كل الجماعات الارهابيه شلل تام. واليوم نشوف دليل على ذلك ان في قسنطينه كل محاوله تبوء بالفشل. هذا الدليل على التغطيه الميدانيه الكثيفه، وعلى ان هناك عمل مخابراتي طبعا ايضا. هنا في عمل استخباراتي، في عمل شرطه صحيح. قوي، في عمل الدرك، في عمل الامن الداخلي، في عمل الامن الخارجي كذلك. طيب فيما يخص عوده للمقاطعه سي عبد الحميد، فيما يخص ايضا القضاء، الصحافه ذكرت اليوم ان القضاء في ميلا تعامل لاول مره مع ملف داعش وحكم بالسجن 3 سنوات سجن لشخصين على صلة بداعش. وفيما يتعلق بالجماعات التي ذكرت في الساحل وغيرها،
أريد أن أسألك عن هذا الجماعة التي شكلها إياد أغالي القائد السابق لجماعة أنصار الدين، أعلن عن ميلاد تنظيم يسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وطبعا يضم ما تبقى من تنظيم المرابطون وكتائب وجماعة أنصار الدين وغيرها. إلى أي مدى يمكن أن يشكل خطرا هذا؟ أولا في الاستراتيجية الحالية اللي اتبعها الدولة استعمارية كبيرة، هي أرادت أولا العملية موجهة لفرنسا بالدرجة الأولى والجزائر بالدرجة الثانية. الدرجة الأولى هي ضرب التواجد الفرنسي في المناطق التقليدية نتاعو وهو الساحل الإفريقي لإخراج فرنسا من المنطقة. والدليل على ذلك، أنا أعطيك دليل لماذا أمريكا بكل إمكانيات الطيران نتاعها اللي متواجد في جنوب إيطاليا، واللي كان قادر لما جبت معلومة عن تواجد المختار بالمختار أن تكون الطيارات نتاعها، لماذا أعطيت للفرنسيين من قنبلوا بمعلومات أمريكية؟ هنا سؤال يطرح. كذلك لماذا هذا التكتل؟ لأن ليس من بقايا مختار مازال قوة، هي مجموعة صغيرة من مختار من بقية صحراء من ذهبت عند إياد غالي وأسست جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، كذلك بقايا الدولة الإسلامية. كل هدف نتاعها أولا ضرب التواجد الفرنسي وترحيل فرنسا من التواجد تاعها في المنطقة الحيوية نتاعها هي الساحل، نيجر مالي وموريتانيا وكل. من جهة ثانية هو بعد تقوية شوكة، لأن ما تنساش هذه الجماعة ماذا خسرت؟ خسرت طريق الحرير الذي كان ينقل المخدرات عن طريق، لأن كانت تقتات من نقل المخدرات وحماية جميع بيانات وزارة الدفاع دائما تربط القضاء على إرهابيين بالقضاء على مهربين لأن المخدرات، تهريب مخدرات كمية كبيرة تنقل يمثل شريان طريقة كانت أولا عن طريق الجزائر مسعد والحدود التونسية وإلى ذلك، كان طريق ثاني عن طريق ليبيا إلى إيطاليا، وكان طريق ثالث عن طريق السودان ثم يسوق في السوق الكبيرة هي دول الخليج. وهناك طريق الذي استحدث مؤخرا هو طريق تقوم به المخابرات الإسرائيلية لنقل المخدرات إلى إسرائيل وبعدها نقلها ونشرها إلى ألبانيا. لا يخفاك سيدي لأن بعض الدول التي عندها عمليات عدوانية في الخارج على مثل إسرائيل، مثل حتى دولة شقيقة أتحفظ عن ذكرها، تقوم من أين تمول المخابرات تاعها؟ تقوم بعمليات استفزازية ومعاملات تمول من تجارة المخدرات. لذلك نجد دول بعينها كبيرة تقوم بعمليات استخباراتية قوية وكبيرة تطلب تمويل وكل شيء. من أين يأتي لها؟ تتعامل بتجارة المخدرات، لأن اليوم أصبحت منطقة الساحل فيها لاعبين كثير، لاعبين دوليين كثير، فيها يعني تقاطع مصالح كثيرة. فالعمل يكون بالموازاة، يعني أنت تحارب المخدرات وعصاباتها مثلما تقطع دابر الإرهاب. شكرا لك السيد عبد الحميد العربي الشريف العقيد المتقاعد والخبير الأمني على هذه المعلومات وعلى هذه المشاركة معي في البرنامج. مشاهدينا الأعزاء، سوف نبقى في جو الانتخابات ولكن من أحد أبرز وسائل التعبير وهي الكاريكاتير، وضيفي هو الرسام أيوب بعد فاصل قصير. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen remportera le second tour de la présidentielle française le dimanche 7 mai. Le candidat d'En Marche décroche près de 23,5% des suffrages selon les derniers résultats, contre un peu plus de 22% pour son adversaire du Front National. شرع مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيكية في أولى عمليات تصدير الخضر والفواكه، والبداية ب8 أطنان من مختلف المنتوجات أسبوعياً بعد إمضاء عقد لمدة 3 سنوات مع الشركات المختلطة بدبي. مرسوم يعني ديكري بريزيدنسيال لانضمام الجزائر إلى معاهدة بكين. Donc c'est les comédiens, les acteurs de cinéma, ceux qui jouent dans les clips. وانا باسم كل الفنانين وباسم كل العائله الفنيه la communauté nationale des auteurs, des artistes interprètes et surtout des artistes du théâtre, de l'audiovisuel, donc les comédiens, les acteurs, les figurants, يعني نشكروا فخامه رئيس الجمهوريه. دروس في التاريخ واخرى في الوطنيه على منابر المترشحين. الحملة الانتخابية تدرك أسبوعها الثاني، والشرعية الثورية الحاضر الأبرز بل الوحيد في كل خطابات الأفلام. وممكن أكون أنا خاطئ بالمناسبة، مش بالضروري على صواب. يعني الوزارة ما تخرجش الإنسان من البني آدمين العاديين وتقلبوا ملاك. لا لا لا، ما يبقى هو. كريستيانو لبرشلونة ورمية جانبية للبارسا.
خسارة مباراة اليوم كانت ستعني ربما خسارة كل شيء ما عدا الكوبا ديل ري. ممتازة من سيرجي في وسط الملعب، مرتدة سريعة لبرشلونة خطيرة، 5 مقابل 3 للبارسا على اليسار، فرصة للويزيتو سواريز وهذا جوميز يلعبها وتمريرة وكرة مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، وكما قلت ضيفي في هذه الفقره هو ايوب الرسام، رسام الكاريكاتير الذي يعرفه كل الجزائريون، سواء من كانوا يتابعون الصحافه في وقت سابق او حتى الان. ايوب مساء الخير وشكرا لانك لبيت الدعوه، وسعيد جدا بان تكون معي في شارع الصحافه اليوم. مساء النور وشكرا على الاستضافه، وأتمنى أن أكون ضيفا ثقيل الظل على المشاهدين. أنت دائما خفيف أيوب، مرحبا بك. طبعا أثناء الكلام سوف نشاهد مع الزملاء بعض الرسومات الكاريكاتورية، وأريد أن أسألك في البداية عن الرسم الكاريكاتوري، سواء الآن خصوصا في المناسبات الانتخابية، هل هو وسيلة للتفريغ للتنفيس أم أسلوب للمقاومة، مقاومة الواقع الصعب؟ والله شوف، إلى وقت يعني في أوقات سابقة، سنوات سابقة، كنت أرى نفسي لسان حال المواطن البسيط، مواطن رجل الشارع، مثل ما كان يقال في الثمانينات والسبعينات. فدائما كنت أستقي أفكاري من رجل الشارع هذا، المواطن البسيط، المواطن اللي تحاك من وراء ظهره انتخابات ومش عارف وكذا وكذا والسياسات فأنا نحاول دائما نكون جسر لإيصال أفكاره، أفكار المواطن اللي تعب من السياسة. وأنت أيضا لم تتعب من نقل هذه الأمور كل هذه السنوات؟ والله أنا شبه متطوع لنقل أفكاري حتى آخر يوم، بما أني مواطن. أنا مثلا مواطن بسيط أعيش وسط المواطنين البسطاء، أحاول أنقل بأمانة أفكار أو نظرة المواطن البسيط هذا، كيف يرى الأشياء، كيف يرى ما تصله من أفكار كالانتخابات، ما وراء الانتخابات، ما المطلوب من الانتخابات، ما نحاول. وتخلق دائما في رسوماتك أيوب هذه الثنائية ما بين المواطن المغلوب على أمره، رجل الشارع، وهذا الشخص المسؤول الذي تقدمه في رسوماتك على أنه شخص بكرش كبيرة سمين، بأنه مفسد، ربما السيجار في يده، ودائما يرتبط بالفوقية ولديه بعض الملامح الخاصة. هذه الثنائية يعني أنت تتعمد أن تبرزها لإظهار التناقض الموجود أو الطبقية في المجتمع الجزائري. أتعمد إبرازها، وفي نفس الوقت المواطن يرى السياسي في الشكل الذي أنا بتلك النظرة. أنا أخذت مواصفة الأشخاص هذوك اللي يمثلوا السياسة، يعني مش بالضرورة كل الناس ولا، لكن أغلبيتهم. لا هي حتى لو كان رشيق ولا بسمية، نموذج، عنده نموذج. صح نموذج، يعني المواطن البسيط فقد الثقة في ما هو سياسي، فاقد فيه الثقة، فيرى نفس النظرة. يعني تصور أن نظن درك المواطن الجزائري، ما نقولوش المواطن العربي، نخلوها في الجزائر باك، هو نفس كلنا في الهم عربه. المواطن الجزائري أنا أعتقد بعد المعايشة نتاعو السنوات هذه اللي بعد الاستقلال، لو في يوم من الأيام يأتي عمر بن عبد العزيز حاكم أو سياسي، ويكونوا من نسخ من عمر بن عبد العزيز في الجزائر هم المسؤولين، راح يبقى التأثير السلبي للمسؤولين السابقين
راح يخلوه ينظر لعمر بن عبد العزيز بنفس المواصفات اللي انا يعني المسؤول اصبحت صورته نمطيه، نمطيه. المواطن يعني مثل الحاكم العربي. مهما كان هذا الحاكم، مهما يعني احيانا اتصور ان هذا الحاكم لو قام بتحرير فلسطين سيبقى دائما في ذهن المواطن العربي مرتبطا بالفساد والاخلاقي والسياسي والمالي. طيب، اثناء الانتخابات انت من يتابع الشروق اليومي التي تنشر فيها رسوماتك الان ينظر الى هذه الحده في الطرح. انت تقول هذه نظره المواطن، ولكن الى درجه انك وصفتها بالبلطجه السياسيه، وقلت بأن البرلمان المتصارع عليه قدمته على أساس أنه أسر للنوم، وعن الحضور العربي في الانتخابات مثلته في مجموعة أشخاص فاقدي البصر، أي أنهم لن يروا شيئا. يعني هؤلاء عرب لا يمكن أن يراقبوا تزوير الانتخابات لأنهم أصلا جاءوا من مجتمعات قائمة على التزوير. هذه الحدة هل يعني أليست فيها نوع من المبالغة، أم أن الرسم الجميل والذي يأخذ مصداقية لدى الشارع هو الرسم المتطرف، بالمعنى متطرف مع يعني وضع خط تحت؟ هو أولا الكاريكاتير لازم يكون فيه المبالغة والطرح المتطرف للفكرة. ما لا يرى مثلا معروف في العالم العربي، الانتخابات في العالم العربي وفي افريقيا مثلا الانتخابات حاجه صوريه تحدث هكذا، فيها اموال تصرف وكذا، وتطلع ناس مش بالضروره الناس اللي قدموا في ليزافيش، على انهم ممكن يطلعوا ناس اخرين، ممكن المرشح اللي في القائمه الفلانيه ممكن يستبدل باسم واحد اخر. فاللجان هذيك المشرفه على مراقبه الانتخابات جايه مسبقا موافقه على النتيجه اللي راح يعطيها النظام مفروغ منها في العالم العربي، خاصه الجامعه العربيه. الجامعه العربيه تشرف على انتخابات حره ونزيهه، يستحيل. او الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي ربما جابوهم لان عندهم خبره طويله في التزوير. في التزوير في صم القرده الثلاث. ما شاف ما سمع ما تكلم، لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. نفس الشيء، وراح يعطيو مصداقيه للراي العام الدولي هكذا اللي ذا الرماد، بينما المواطن لا يثق في هذيك بعض الرسومات مثلا مع بعض عزف انتخابي. هذا الرسم يعني عزف بالمنشار، انت تتحدث عن العزف وفيها ايضا العزوف، والمواطن ما فهم فيها والو. هنالك رسومات اخرى مع الزملاء ربما نستعرضها. كرنفال في دشرة عن الملصقات، انتخبوا واحدة ما تبانش وجهها، بنت القطاطي، واحد انا خير منهم يعني. والمواطن ايضا دائما داهش. البلطجة الانتخابية هذه سلسلة، انت قدمت رسمين او ثلاثة عن البلطجة الانتخابية وتقصد بها فوتوا عليا نسكنكم ونزوجكم. طيب أيوب، أيضا كثير، أنت كم مستمر في هذه المهنة؟ منذ متى أنت ترسم بهذا الشيء؟ محاولتي الأولى كانت سنة 79. 79 تعتبرها محاولة أو محاولة بداية يعني علاقتي بالصحافة، بالنشر. وكان أول رسم نشر لي في جريدة المجاهد الناطقة بالفرنسية 79. بعدها كان لي اتصال بالصدفة هكذا عن طريق صحفيين في المجاهد. تعرفت بصحفيين في الصحافة المعربة، لا داعي ذكر اسمائهم، وقادر نذكرهم ربي يذكرهم على خير، واللي مات ربي يرحمه. فهم اللي فسحوا لي المجال اكثر، لانه انا نفكر انا انسان جاي من الجبل ونفكر بالعربيه، الله غالب، بدوي، ونفكر كجزائري نفكر بلغه الام كذا. يعني التفكير مهم ان تفكر بالعربيه حتى ينعكس على تكون مندمج مع المحيط تاعك، مع المحيط مع القارئ اللي راح يتلقى. على عكس ما يقال بان رسامي الكاريكاتير الذين ينشرون في الجرائد الفرنسية أكثر حرية من الذين ينشرون بالعربية،
واكثر ربما حتى تكسيرا للطابوهات. صح. هذه انا عايشتها. انا مارست حريه التعبير الى اقصى حد بدون طابوهات من 90 الى غايه 2013. كانت مرحله اخرى مست كل الصحافه الجزائريه كلها. السقف هذاك تهاوى، مش ينزل تهاوى، كان فيه سقف عالي. السقف الاكثر ارتفاعا كان في جريده الخبر. أنا كان في جريدة. ساهمت في رفع السقف هذا. غامرت وازعجت كثير من المسؤولين. ولكن الحمد لله يعني لو حاليا ممكن تلحقني اضرار. انا ذاك يعني في الفتره اللي فاتت رغم انه كان هنالك مشاكل امنيه وكان هنالك دوله اللا دوله ما كانش كاين مؤسسات قائمه، ربما كان فيها سقف الحريه اكثر ارتفاعا وهواء الحريه اكثر نقاعا من الان الذي ربما اصبح لا سقف. مش يعني معناها لا دوله بأتم المعنى. لا اقصد المرحله الانتقاليه التسعينيات والارهاب وغيرها. حتى بعد سنه 2000 بعد ما جاء الرئيس بوتفليقه مارست حريه التعبير. يعني رسمت رئيس الجمهوريه حوالي اكثر من 3000 رسم، ولا ملاحظه لا تأنيب ولا كذا ولا شيء. اللي كان الازعاج يأتيني اكثر مسؤول الازعاج كان يأتيني من الاطراف الاخرى مش من الرئيس. وزراء وربما كانوا يتواضعوا يكونوا يشوفوا الحصه هذه فيهم وزراء ويشوفوها ويتذكروها. مثلا ما نذكرش الاسماء. انا على بالي باللي كنت ترسم عمار سعداني كتسونامي وهذا احدث مشكله. لا بدون ما كانش مشكل. ما كانش مشكل لكن كانت فيه محاوله لاسترضائي مثلا من طرف ماشي من طرف سعيداني فقط. لا من اطراف من جهات متعدده وجهات نافذه وكذا. استرضائك بمعنى بيع شراء ذمه يعني. كما كل الناس. كما يعني اي واحد معرض لهذا المواقف طبعا. شوف انت مؤثر لذلك انت. انا ذاك انا ركبت راسي وقلت نخلي اسمي في مستوى معين نظيف وكذا وكذا، وهم خدموا خدمتهم وانا الحمد لله قعدت في اسمي نظيف. ولم تندم على اي ما ندمش اكيد لانه كان اختيار. مش قال. المهم نرجع لك حريه مثلا الكاريكاتور في عند الفرنسيين اكثر او اكثر حريه. نرجع لطبيعه القارئ المعرب. انا شوف حتى القارئ ما يروحش بعيد لما نقول انا جاي من الريف، ومعظم الجزائريين جايين من الريف، فالعادات والتقاليد هذيك راسخه فينا. مثلا نظرتي انا لحريه المراه مثلا نظره رجل الريف، الرجل البدوي مش ابن المدينه. فالقارئ المعرب تلقاه ربما في اعلى مستوى، ورغم ذلك داروا لك مشكله في رسم كاريكاتيري حول المراه. لا يعني تذكر عن المنقبه كفرت وفيه تهديدات الجانب الاسلامويه. لا اقول الاسلام، الناس اللي يستعملون السياسه بغطاء ديني كفرت وهددت بالتعزير، وعندي اسمائهم. هذه في فترة الإرهاب؟ لا قبل 2012 فقط والله. يعني فترة قريبة جدا. في وقت الإرهاب كان الكل مهدد، وعندي رسائل تهديد عندي كذا، بصح كل الشعب كان مهدد. كان اللي يروح للسوق تنفجر عليه قنبلة بدون تهديد. فهذا أنا ذاك انترك في ميدان وكأنك عسكري حامل بندقية، فتهديد عادي. بعد المصالحة وبعد كذا التيار الإسلاموي هذاك، الإسلاموي مش الإسلام ديننا ومحترم، التيار المتطرف فكريا الإسلامويين هذو المناضلين السياسويين اللي المفروض يكون عنده برنامج سياسي وعنده برنامج ديني هكذا يوصل به، ما عندوش أفكار أخرى ولا. فهذول هددت وخوفوا يعني، لأنه عايشين في وسطهم في الشارع وما تقدرش تعرفوا.
هذو هددتهم من طرفهم يعني تهديدات مخيفة. المهم قلت لك القارئ المعرب تلقاه غالبيته إذا ما كانش إسلاموي تلقاه إنسان مش إسلاموي لكن بدوي، أفكاره تجاه محافظ. أيوة. لدرجة العنف، قادر يواجهك بالعنف. إيه مثلا يقرأ ويدخل الجامعة وكذا بصح ما يتخلصش من عن الأفكار والمبادئ. بينما القارئ الفرنكوفوني ومع الأسف هو هذاك جزائري وهذاك جزائري. القارئ الفرنكوفوني حتى يكون إسلامي يعني يتفهم ويتقبل ويعرف أنه هذه نكتة مثلا. مع ملاحظة أن كثير من رسامي الكاريكاتير استعملوا هذه الفسحة الموجودة في الصحافة المفرنسة لتكسير طابوهات أو بذريعة تكسير طابوهات للتعدي على مبادئ ويعني أمور أخلاقية عديدة، وربما لأنهم يرسمون من باريس حيث المناخ يختلف عن المناخ الجزائري شئنا وأبينا. لا أنا يعني أنا قلت لك التهديدات اللي عملتهم تدخل في إطار نكت عن النموذج البشري هذا اللي يشوف نفسه أنه عنده وكالة من الله على تمثيل الدين في الأرض وكذا، نماذج بشرية وكذا. صحيح. فهذا هو أنا اللي هدوني. عمري ولا اعتديت على مبادئ وأحترمها رغم أنفي، حتى وإذا نكون لا أؤمن بهذه نحترمها من أجل الشعب. طيب أيوب، سؤال أخير، الأوضاع الكاريكاتورية في البلد يعني بدون كاريكاتير، نحن نستمع إلى بعض التصريحات، نشاهد بعض اللقطات ويضحك الجزائريون حتى بدون أن يحولها الرسامون إلى صور كاريكاتورية. هل أنت تستفيد من هذا الوضع السياسي المترهل المضحك المبكي؟ يعني غدا وضع سياسي صحي ربما قد لا تجد موضوعا، لا تجد. هي شوف من باب الانتهازية، الانتهازية الإيجابية هذه. يعني وضع كما هذا يخلي لي أنا يكون مجال الإبداع يكون أوسع، لأنه مثلا تشوف مرشح مثلا تسمع، أنا ما شفتش يعني ما نظنش واحد فينا شاف واحد شرى قائمة انتخابية بالملايين، لكن سمعناها وما كانش نار دخان بدون نار. صحيح. فهذا يعني كيف مش انتهازية لما أنا أسخر من واحد يشري قائمة بالملايين. هل ترى حبا في الجزائر؟ حبا في الجزائر يدفع الأموال حتى يمثل الشعب، ماشي حب، هي مسخرة. حب هذا يدفع الملايير لكسب ملايير أخرى. المواطن نفسه تسمع النكت في الشارع، أنا أتلاشى ما نبانش مع نكت الشارع وما نقدرش ننقلها بحذافيرها فيما يخص الانتخابات. صحيح. نظرة المواطن للانتخابات، مثلا أنا كاين ناس نعرفهم هكذا في إطار تبادل الكلام هكذا وكلش على الانتخابات، فيه واحد تقدر تقول هو في العقد السابع من عمره هكذا، يعني هو في السبعينات هكذا. واش قال؟ يقصر مع الجماعة، قال في الجزائر كانوا زوج انتخابات، حرة ونزيهة. انتخاب تقرير المصير في 61 في 62 انتخابات بداية التسعينات. والانتخابات اللي في بداية التسعينات طلعوا فيها المسلحين، خاطش كان فيها تزوير ما يطلعوش هما. فهم؟ هذو انتخابين وبعدهم ما فيهش. هذه النكتة كما هذه بالنسبة لي أنا كي نرسمها انتهازية، يعني لولا أنا انتهز الفرصة وأرسمها. وكم هي كثيرة تصريحات المواطنين وسخريتهم من هذا الواقع السياسي الصعب. نحن مستمتعون بكل ما تقدم أيوب، يعطيك الصحة، طول العمر لك، وإن شاء الله دائما نتابع رسوماتك. الآن أنت تنشر في جريدة الشروق اليومي، ويمكن لكل القراء أن يتابعوا هذه الرسومات ويتفاعلوا معها. شكرا جزيلا لك مجددا على تلبية الدعوة، وشكرا للمشاهدين على المتابعة، والسلام عليكم.